حابب تتعلم الرسم بألوان المية بس مش عارف تبدأ منين وازاي وايه الأدوات اللي انت محتاجها؟ في الفيديو ده هقولك على كل حاجة. اهلا يا حلوين، انا ميرنا ودي قناتي هعلمكم فيها ازاي ترسم بألوان المية من الصفر. مبدئيا كده متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان تشوفوا كل جديد الوقت اللي جاي. اول حاجة نتكلم عنها هي نوع الالوان دي انا اشتريتها تقريبا من 5-6 سنين لورا، كانت ب25 جنيه تقريبا او ب20 جنيه. كانت فيها 12 لون. الوان المية بتختلف عن باقي الوان المية بتحط الفرشة زي ما انتوا هتشوفوا كده في المية وبتبقى خفيفة جدا، عكس باقي الالوان زي الاكليريك ده مثلا صعب جدا انه المية تشيله. وهنشوف دلوقتي مع بعض في كذا شكل من الوان المية، بس لو انت حابب تبتدي ممكن تبتدي بحاجة رخيصة جدا لحد ما تشوف هتستقر على ايه. وهسيب لكم اشكالهم هنا يعني قدامكم. دي الوان الاكليريك، شايفين تخينة ازاي؟ هنجربها دلوقتي على الورق علشان تشوفوا الفرق بين الالوان الاكليريك والوان المية. طيب بصوا، الوان المية بتكون خفيفة جدا، ولو انت راسم حاجة تحتيها يعني اعتقد بتكون باينة مهما كانت الالوان عاملة ازاي. اما الالوان الاكليريك بقى الوان تخينة جدا 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 زي ما انتم هتشوفوا كده بالظبط. تاني حاجة مهمة جدا هنحتاجها هي علبة او برطمان، محتاجين 2 علبة او برطمان علشان لما نغسل الفرشة والتانية ننضف فيها الفرشة عشان نتأكد. تالت حاجة ودي من اهم الحاجات اللي موجودة في ادوات رسمك هي قطعة قماش زي كده علشان تمسح فيها الفرش بتاعتك. رابع حاجة انواع الفرش، زي ما انتوا شايفين كذا نوع فرش، تخين ورفيع، اشكال كتير جدا. بس مبدئيا انت مش محتاج كل الفرش دي، كل اللي انت محتاجه هو الفرشة المتوسطة دي والصغننة علشان نرسم بيها التفاصيل الصغيرة. ومش لازم فرش غالية خالص، اي فرش تيجي قدامك. انا الفرش دي كانت جايالي من زمان جدا فمش عارفة اسعارها ايه دلوقتي، لكن الصغيرة دي كانت ب25 جنيه، انا جبتها من فترة قريبة. الحاجة الخامسة بقى هي البلد بتاعت الالوان دي، او مش عارفة اسمها ايه بس هي دي شكلها يعني، علشان لو تدمج الوان مع بعض. حاجة زي كده عامة انا مش بستخدمها، بس لو حاسين انكم تحتاجوها هاتوها. الحاجة بقى الستة ودي مهمة ومن اهم الحاجات هي نوع الورق كل ما كان تخين كل ما كانت الرسمة بتاعتنا تطلع افضل، يعني من 180 جرام لحد فوق او 200 جرام فيما فوق علشان يستحمل الورق. شايفين الورق ده بتاع اللي هو الطباعة العادي جدا، بمجرد ما انا حطيت الالوان بصوا عملت ازاي، طبعت من ورا وعملت كرمشة كده. فاي رسمة ترسموها على الورق ده هتبوظ منكم وهتبقى شكلها مش حلو. لو انت بقى مش عايز تشتري كراسة رسم علشان غالية، ممكن تشتري فرخ كانسون اللي هو اللوح، تقريبا ب15 جنيه او ب10 جنيه مش عارفة، وتعملها قطع كده صغيرة علشان انت تعمل فيها اللوحة، هتبقى جميلة جدا وهتنفع معاك في الفيديو علشان لو حد هيجيبه، علشان بتحطه على الرسمة علشان ما تتحركش كبداية. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. كل الادوات اللي انت محتاجها، ومش محتاج حاجات غالية ومش محتاج حاجات اكتر من كده علشان تبدأ بالرسم. وبس كده، متنسوش الفيديو اللي جاي عشان نتعلم في الرسمة دي مع بعض. وبس كده.